واحد يا جماعه اصحابه في يوم خدوا المركب بتاعتهم وحبوا يروحوا يشوفوا السور الجليدي اللي بنسمع عنه ده، اللي موجود في القطب الشمالي والقطب الجنوبي، فيه ايه او عنده ايه. خدوا مركبهم وراحوا. طبعا كلنا متفقين ان السور الجليدي ده محدش يعرف ايه اللي عنده، ايه اللي فوقيه، ايه اللي جواه. مفيش اي اخبار غير اخبار اللي بتتسرب دي، وممكن تبقى صح وممكن تبقى غلط. المهم خدوا المركب بتاعتهم وراحوا. هوريكم صور دلوقتي من الفيديو اللي هو مصوره. وهم رايحين اكتشفوا بظهور مركب كبيره جدا من البحريه الامريكيه. المركب دي المفروض تبقى موجوده في حروب وموجوده في حرب، اللي هي في الموجوده في البحر والكلام ده. ظهرت لهم فجاه وكلمتهم عن طريق الميكروفون اللي هم ارجعوا المنطقه دي، ممنوع حد يقرب منها. طبعا الراجل استغرب جدا، واتفاجئوا ان هو الاول فكروا ان فيه هليكوبتر خارجه من المركب، طلع درون عشان يجي يصورهم. السؤال هنا بقى، المركب دي بتعمل ايه هناك؟ مركب البحريه الامريكيه دي بتعمل ايه هناك؟ وانت ليه تمنعني ان انا اروح لحد هناك واطلع واشوف واتفرج؟ اكيد في حاجه انتم مخبينها، اكيد عارفين ان في حاجه غريبه ورا السور ده او فوقيه. وفي كمان صور بتقول ان في قاعدات امريكيه دفاعيه موجوده هناك عند السور الجليدي ده. هوريك دلوقتي خريطه غريبه شويه بس مهمه جدا، رسمها العالم العربي الادريسي سنه 1154. والغريب في الخريطه دي ان العالم الادريسي في الخريطه بتاعته زي ما انتم شايفين ان بيحدد ان في سور من التلج على نهايه الخريطه. ده معناه ايه؟ ان ممكن يكون هو وصل لاخرها ومعرفش يتخطى السور ده ومعرفش ايه اللي وراه. والغريب برضو ان الخريطه دي شبه خريطه فارو مورو 1450، نفس الخريطه بالظبط. الخريطتين بيبينوا ان في سور من التلج في نهايه الخريطه. ده معناه ان ممكن يكون في حاجه بعد كده. طب ده معناه ان الارض مسطحه وفي اراضي تانية بعد السور اللي من التلج ده واحنا ما نعرفش عنه حاجه. طب نفترض يا عم ان الكره الارضيه كرويه زي ما كتير بيقول، السور ده عنده ايه؟ بعديه ايه؟ في ايه؟ كل دي اقاويل لسه هنكملها مع بعض، وانت قول لي رايك، السور ده عنده ايه؟ وبجد فعلا ان ده ممكن يكون نهايه الارض والارض مسطحه، ولا هي كرويه وبرضه في حاجه غريبه هناك عشان كده بيمنعوا اي حد يقرب. ما تنسوش اللايك والشير، ولسه هنكمل في السلسله دي. جزاكم الله خيرا واشوفكم على خير، والسلام عليكم.